وبالتالي يكون فرصة لنا في مثل هذه الأيام العالمية. ما نتكلم اليوم العالمي للفنانين، اليوم العالمي للفن، اليوم العالمي للتسامح، اليوم العالمي للصداقة، هذه الأيام العالمية اعترافا من أحيانا هيئة الأمم المتحدة، أحيانا هيئة اليونسكو، أحيانا كل على هيئة الصحة العالمية. هذه تقترح أن يكون لهذا اليوم ذكرى. أحيانا يكون فنان يقترح هذا الشيء لأجل أن يكون للفن بصمة في تاريخ الكون أو تاريخ البشرية. لربما تكون هذه فرصة اليوم، وهي دعوة كريمة أن نحاول كلنا في مجتمعاتنا أن نساهم بشكل كبير جدا في دعم الفن والفنانين في كل مكان نكون بالقرب منه. لا تبخل على نفسك بأن تكون مبادرا. بادر، لأنك لما تبادر ستخلق شيء مختلف. اليوم العالمي اليوم للفنانين، وبكرة اليوم العالمي لكذا ولا كذا ولا كذا. لما بالفعل نستفيد من هذه الأيام ونحقق فيها بعض الأشياء الضرورية في حياتنا وحياة مجتمعنا وحياة أوطاننا وحياة الكون هذا بشكل عام، إذا نحن نساهم بشكل كبير جدا في خلق حالة من الحب بيننا وبين مجتمعاتنا، سواء المجتمع الصغير أو المجتمع الأكبر أو المجتمع الأكبر. لذلك دعوة أن بادر في كل مناسبة عالمية أن يكون لك بصمة. اليوم العالمي للفنان، تزور فنان في مرسمه، تحتفي بفنان، تقتني لوحة من فنان، وهكذا تكون الأيام العالمية تم تفعيلها بالطريقة الصحيحة التي نحن نتمناها ويتمناها العالم بأجمله في مثل هذه الأيام العالمية. ولكم مني ألف تحية من مرسم المحبة والسلام، وعليكم السلام.